هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 25 من مايو. في البداية يسر القسم العربي في إذاعة أرنا أن يتقدم بأحر التهاني والتبريكات للإريتريين والإريتريات في الداخل والمهجر بمناسبتي عيد الاستقلال المجيد وأعياد الفطر المبارك، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه الأعياد علينا بالصحة واليمن والبركات. وكالعادة نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ونقدم لكم بعد الأخبار نصائح وموجهات منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول أصداء الذكرى 29 لأعياد الاستقلال المجيد. وإليكم ابتداء نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. إريتريا تحتفل أمس بالذكرى 29 لاستقلالها، مخاوف من انتشار وباء كورونا في ولايات السودان الشرقية والغربية، تكهنات حول هزيمة وتراجع الجنرال الليبي خليفة حفتر، أسرة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي تعفو عن قاتله، وأخيرا المحكمة العليا الأمريكية تلزم السودان بدفع تعويضات لخسائر حول هجوم سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا. كانت مستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. صادف يوم أمس الأحد 24 من مايو الذكرى السنوية لاستقلال دولة إريتريا، والذي تحقق بعد 30 عاما من النضال المسلح المرير، وانتهى نهار يوم 24 من شهر مايو من عام 1991. وغابت عن احتفالات هذا العام الزخم الذي يصاحب المناسبة العزيزة على قلوب الإريتريين بسبب القيود على الحركة والتي تفرضها جائحة كورونا التي تعصف بالعالم. ونقدم لكم عقب نشرة الأخبار تعليقا حول المناسبة، وسوف تقوم إذاعة إرنا بتقديم تغطية الذكرى الوطنية الكبرى في برامجها المقبلة. هذه إذاعة إرنا. قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم أن هناك مخاوف وشكوك حول انتشار وباء كورونا في ولاية شمال دارفور في غرب البلاد، وقال أنه لم تتأكد الوزارة بعد من هذا الانتشار، وتحوطا قامت بإرسال المعينات الطبية المطلوبة إلى الولاية. وكان والي ولاية شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي قد قال أن مدينة الفاشر عاصمة الولاية تشهد حدوث وفيات مفاجئة بين كبار السن فيها بصورة لافتة، مناشدا مواطني مختلف المحليات بعدم القدوم إلى الفاشر لحين التعرف على أسباب ظاهرة الوفيات المفاجئة. وحسب آخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة السودانية، وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في شمال دارفور تحديدا إلى 12 حالة من بين 2728 حالة مسجلة في السودان. وأوضح الوزير في حوار مع التلفزيون مساء يوم الأربعاء الماضي أن التراخي في تنفيذ قرار الإغلاق الشامل سبب زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، مؤكدا التزام قيادات الأجهزة الأمنية والنظامية بالتشديد في تنفيذ هذا الإغلاق، حيث أن القرارات تصدر لكن هناك معاناة في التنفيذ والتطبيق. وشدد على أن وزارة الصحة لم تتجاهل أبدا الحالات الأخرى المصابة بأمراض غير فيروس كورونا، حتى أنها تعمل الآن على خطة التصدي لأمراض الخريف، لافتا إلى أنه في خلال الأسبوعين المقبلين ستتوفر قوائم بالمرافق الطبية لمعالجة مختلف الأمراض. وأضاف الوزير أن توفير الدواء يأتي على رأس أولوية الحكومة، وهناك اجتماعات متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية بهذا الأمر. وعلى نفس الصعيد أشار الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي إلى ارتفاع عدد الحالات المسجلة كذلك في ولاية كسلا، والتي شهدت مؤخرا أعمال عنف راح ضحيتها العشرات من أبناء النوبة والبني عامر. تناولت
وسائل الإعلام قرار قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر الانسحاب من محيط العاصمة طرابلس بعد خسارتها لقاعدة الوطية الجوية وتعرضها لهجوم عنيف من قبل الحكومة المركزية المدعومة من تركيا. وأشار العقيد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات حفتر بأن الانسحاب جاء لإعطاء هدنة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ولكن الضربة التي تعرضت لها قوات حفتر كانت قوية مما اضطرتها إلى الانسحاب وإحداث انشقاقات في المجموعات القبلية التي تقاتل معها. الجدير بالذكر بأن كل من الأمارات العربية المتحدة وإريتريا ومصر تؤيد وتدعم الجنرال خليفة حفتر، بينما تتمتع حكومة الوفاق الليبي بدعم عسكري وسياسي تركي غير محدود. في تغريدة له في تويتر، أعلن صلاح جمال خاشقجي ابن الصحفي القاتل جمال خاشقجي بأن أسرته وبمناسبة الشهر الفضيل تعفو عن قاتلي والدهم. وكانت عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر من عام 2018 قد أثارت ضجة عالمية، ومما زاد من الضجة كون الصحفي القتيل يكتب لصحيفة واشنطن بوست ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتقدت حكومتها في التعامل مع الحدث. وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في ديسمبر من العام الماضي قرارا بإعدام 5 أشخاص بتهمة ضلوعهم في قتل الصحفي بعد محاكمة لم يعلن عنها في الرياض. وكتب صلاح خاشقجي والذي يعيش في جدة: في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قوله تعالى في كتابه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وأضاف: لذا نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما يقضي بأن يدفع السودان تعويضات تأديبية لبعض من ذوي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا والتي حدثت عام 1998. وكان تنظيم القاعدة وقد تبنى الهجومين الإرهابيين الذين أوديا بحياة 200 شخص وإصابة المئات من المتواجدين في محيط السفارتين، وتم توجيه الاتهام للسودان حينها بمساعدة أسامة بن لادن والذي كان يتواجد في السودان في تنفيذ الهجومين. ويتعلق حكم المحكمة برعايا الولايات المتحدة وموظفي ومتعاقدي السفارتين، ويأتي حكم المحكمة الأمريكية في الوقت الذي يطالب فيه السودان برفعه من القائمة الأمريكية لدعم الإرهاب. ويعني الحكم الذي صدر بالإجماع أن المحكمة أعادت فرض دفع 800 مليون دولار من عقوبات تأديبية تتجاوز قيمتها 4 مليارات نص عليها حكم سابق في عام 2011 حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن كريستوفر كوران الذي مثل السودان في القضية. وقبل 9 سنوات حكم قاضي المحكمة الاتحادية في واشنطن أيضا على السودان بدفع تعويضات بقيمة 6 مليارات دولار بالإضافة إلى تعويضات تأديبية بقيمة 4 مليارات دولار بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت المحكمة العليا في قرارها الصادر يوم الاثنين الماضي أن الكونغرس الأمريكي قرر أن بالإمكان تطبيق القانون بأثر رجعي. وقال كوران: كما هو الحال دائما يعبر السودان عن تعاطفه مع ذوي الضحايا، لكنه يؤكد أنه لم يكن ضالعا في أي مخالفة مرتبطة بالأفعال. وكان السودان قد وافق على دفع تعويضات لعائلات 17 بحارا أمريكيا فقدوا أرواحهم في تفجير المدمرة الأمريكية USS كول، والذي نفذه تنظيم القاعدة أثناء رسوها في اليمن في عام 2000. بهذا الخبر من واشنطن نكون وإياكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إريتريا تحتفل أمس بالذكرى 29 لاستغلالها. مخاوف من انتشار وباء كورونا في ولايات السودان الشرقية والغربية. تكهنات حول هزيمة وتراجع الجنرال الليبي خليفة حفتر. أسرة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي تعفو عن قاتلي. وأخيرا المحكمة العليا الأمريكية تلزم السودان بدفع تعويضات على خسائر على
خلفية تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة نتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إيرينا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا لهذا اليوم، والتي نخصصها لتناول الذكرى 29 لاستغلال دولة إريتريا، والتي صادفت يوم أمس الأحد 24 من مايو. فأهلا وسهلا بكم. هذه إذاعة إيرينا. احتفلت إريتريا أمس بالذكرى 29 لاستغلالها من الاستعمار الإثيوبي، وجاء هذا الاحتفال بشكل استثنائي هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا والقيود المفروضة على الحركة. وعندما تحتفل البلدان بأعياد استغلالها، فإن حكامها يقفون أمام شعوبهم ليقدموا لهم جردا لإنجازاتهم خلال سنوات الحكم. وفي حالة إريتريا فإن الحاكم فرد واحد خلال ما يقارب 30 عاما، مما يجعل إجراء ذلك الجرد مهمة مستحيلة. واستحالتها أنها أي سنوات العجاف هذه خلت من إنجازات عظيمة يحق للشعب الإريتري التفاخر بها. لذلك كانت كل خطب الرئيس في 24 من مايو هي عبارة عن كيل اللوم لقوى خارجية لعرقلتها مسيرة إريتريا على المستوى الإقليمي، فالشماعة دوما جاهزة وهي الوياني. أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة، خاصة في عهد الرئيسين بوش الابن وأوباما. أما في عهد الرئيس الحالي والذي لا يعطي اهتماما لإريتريا، فقد خفت الانتقادات ضد الولايات المتحدة لتتوجه للعناصر الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار كما تقول الخطب الرسمية للدولة في إريتريا. ولكن في كل مرة نتوقف عندها نحن كصحفيين ومتابعين بإجراء هذا الجرد عن الحكومة. فما المحصلة التي خرجت بها البلاد في 29 سنة الماضية؟ إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. على الصعيد السياسي، تحت حكم الفرد الواحد سياس أفورقي، تحولت إريتريا إلى سجن كبير فقد فيه كبار السن قبل الصغار احترامهم، وتم الزج بهم في السجون دون مراعاة للسن. وعندنا مثال الشهيد الراحل أحمد شيخ فرس والشهيد موسى محمد نور، ولا يزال كبار السن مثل إبراهيم توتيل ومحمد علي عمارو في غياهب السجون دون مراعاة لتاريخهم النضالي أو أعمارهم أو أوضاعهم الصحية. هؤلاء هم الذين نعرفهم. أما الآخرون الذين لا نعرفهم فهم بالمئات من كبار السن والشيوخ من مختلف المذاهب والمناطق، ولا يزالون يعانون معاناة مريرة وراء قضبان السجون. هذا أول إرث سياسي للحكم في إريتريا، السجون والمعتقلات، لأن كل من يعارض ينتهي به الأمر في السجن. وحتى من هم خارج السجون أصبحوا أسرى في البلاد التي تحولت إلى سجن كبير، حيث تحتاج الحركة من إقليم إلى آخر إلى تصريح. وفي كل حد من الحدود الداخلية تجد جنودا واقفين يسألون عن تصريحات الحركة. أبرز عناصر فشل الدولة في إريتريا
هو انعدام المؤسسة السياسية. فخلال 30 عاما الماضية الحزب السياسي القائم شكليا كان هو الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وباقي الأحزاب ممنوع تأسيسها، ومن يفكر في تأسيس حزب ينتهي به المطاف في السجن. حتى الجبهة الشعبية التي قادت البلاد إلى الاستغلال تم تدميرها وتدمير مؤسساتها، وأصبحت تدار بواسطة 4 أفراد تحت إشراف مباشر من رئيسها، فرئيس البلاد هو رئيس الجبهة الشعبية أيضا. المهم أن البلاد ليس فيها حزب أو أحزاب، والأدهى من ذلك غياب ثقافة التنظيم المدني، سواء كان حزبا سياسيا أو نقابة أو تجمع فئوي. كل هذه الأنشطة ممنوعة. إذن وخلال 29 سنة الماضية قابت المؤسسة السياسية في إريتريا. ومن مظاهر الضعف السياسي للبلاد غياب الدستور أيضا، وهو الخطوة الأولى التي تسبق قيام المؤسسات. فإريتريا دولة لا تحكم بدستور، والقوانين التي تتعامل بها البلاد ليست مربوطة بدستور للدولة. مع غياب الدستور غابت المحاسبة والحقوق والواجبات وتحديد المسؤوليات وتقسيم السلطات، وأصبحت إريتريا متخلفة من الناحية السياسية بخضوعها إلى حكم الفرد الطاغية. هذه إذاعة إرنا. أما على الصعيد الاقتصادي فحدث ولا حرج. أصبحت إريتريا دولة فقيرة تصنف من أكثر دول العالم تخلفا، ولم ترث إريتريا من إثيوبيا سوى الخراب. ولكن فرصة 29 عاما من حكم إسياس أفورقي لم تشهد فيها البلاد أي توجه لتنمية اقتصادية حقيقية. فكيف تكون هناك تنمية اقتصادية في ظل غياب الحقوق والمؤسسات؟ عليه أصبح قسم واحد تحت مسمى شركة البحر الأحمر يسيطر على البلاد اقتصاديا، وأصبحت ثروات إريتريا والتي يعتمد اقتصادها على الاقتصاد الخراجي، أي استنزاف الموارد المعدنية والطبيعية وبيعها في الأسواق والتكتم على عوائدها، أصبحت تلك كلها من سمات الاقتصاد الإريتري، خاصة في ظل غياب كامل للاستثمار الوطني والأجنبي. ومع غياب ذلك هناك غياب للمؤسسات الاقتصادية مثل المصارف الخاصة ومؤسسات التمويل. وفي الأخير لم يحقق الاقتصاد الإريتري أي تنمية بشرية يمكن أن تصبح قاعدة للبناء المستقبلي. فالإنسان الإريتري مدمر من الناحية السياسية والاقتصادية. وننتقل الآن إلى جانب التدمير في الحياة الاجتماعية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تعتبر الأسرة هي المكون الذي يقف عليه بناء المجتمع. وبالنظر إلى الأزمة الاجتماعية في إريتريا نجد الآن أن الأسرة تفككت بشكل كبير، ذلك بسبب التجنيد الإجباري وهروب آلاف الشباب إلى الخارج وانعدام فرص تكوين الأسر الجديدة، حيث يجبر الألوف على أعمال السخرة لسنوات ولا يكون لديهم أي قاعدة اقتصادية لبناء أسر جديدة. وحتى الأمهات والآباء لم يسلموا من بطش الحكومة. فكم من تم سجنها بسبب هجرة ابنها أو ابنتها. وإضافة إلى تدمير الأسرة يتم تدمير القيم الاجتماعية. عندما تقوم الحكومة بسجن كبار السن حتى الموت، ماذا يتبقى من قيم احترام الكبار التي هي في صميم عادات وتقاليد الشعب الإريتري؟ وأصبح اللجوء والتشرد وانتزاع الحقوق خاصة الأراضي هو السمة الأبرز للظلم الاجتماعي في إريتريا خلال 30 عاما الماضية. يضاف إليها منع اللاجئين وأبنائهم من العودة إلى بلادهم، لأن الحكومة صادرت ممتلكاتهم دون وجه حق وتخشى أن تسبب لها عودتهم المشاكل. هذه إذاعة إرنا. اكتسبت إريتريا بعد استغلالها في 24 من مايو 1991 عضوية المجتمع الدولي. وكعضو في المجتمع الدولي فهي غائبة خلال 29 سنة الماضية لسبب رئيسي وبسيط،
هو أن سياساتها الخارجية لا تخدم مصالحها العليا، وليس هناك قوانين أو مؤسسات يمكن أن تخطط للسياسة الخارجية للدولة تخطيطا استراتيجيا بعيد المدى. فإريتريا معزولة، وجواز سفرها يصنف مع الجواز اليمني والأفغاني والصومالي من أسوأ جوازات السفر في العالم، ولا يستطيع مواطنها مغادرة البلاد والسفر إلى الدول الأخرى بسبب القيود الداخلية والخارجية وانعدام القدرة الاقتصادية. وبسبب الإدارة الفاسدة لعلاقاتها الخارجية دخلت إريتريا في حرب ضروس مع إثيوبيا، وفقدت البلاد الألوف من الشباب والشابات. وفي المحصلة النهائية لم تحقق إريتريا أي نتيجة أو انتصار في الحرب، بل حتى أن الرقعة التي كانت السبب الظاهر للحرب وهي منطقة بادمي لا زالت تحت الاحتلال الإثيوبي. فما الذي كسبته إريتريا من الحرب؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أما بالنسبة لسياسات المحاور، أصبحت إريتريا كاليخت السياحي يستأجره الذي يدفع أكثر. فمرة كانت علاقات الرئيس مع الغذافي، وعندما ثار الشعب الليبي على جلاده فقد جلاد إريتريا الحليف وبقى في علاقة مع قطر. ولكن عندما بدأت الحرب في اليمن فكر الرجل الأسمر الاستفادة منها وخسر حليفه القديم دولة قطر. وفي كل التحالفات التي يقوم بها الرئيس لا يستفيد الشعب الإريتري، لأن العلاقات الخارجية هدفها هو بقاء الزعيم في السلطة وتدعيم حكم الفرد. فالإريتريون لا يستفيدون كشعب من أي علاقة لبلادهم مع أي دولة أخرى، فالحدود مقفولة والسفر ممنوع، والقيود تمنع الخروج من البلاد سواء للعلم أو للتجارة أو لأي غرض آخر. أما على الصعيد الثقافي فحدث أيضا ولا حرج، فالبلاد أصبحت ناطقة بلغة واحدة وبشكل إجباري، وحتى في المحاكم في أقاليم غير الناطقين باللغة الرسمية للبلاد يطلب منك أن تتكلم إلى القضاء باللغة الوحيدة للدولة رغم الادعاء بمساواة اللغة. أما بالنسبة للدين فتشهد السجون التي تحتضن معلمي اللغة العربية وأساتذة المعاهد الدينية وأعضاء طائفة الجهوفا والبنتي، وحبس الشيخ الراحل موسى محمد نور، ووضع باب الكنيسة الأرثوذكسية البابا أنطونيوس تحت الإقامة الجبرية. كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والثقافية والتي ناضل الشعب الإريتري من أجل الحصول عليها أصبحت اليوم محرمة في البلاد. هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، كان هذا هو حصاد الخراب الذي يتربع فيه الطاغية إسياس أفورقي، ويعرفه القاصي والداني، وتعرفه كل الأسر الإريترية، والتي يندر أن لا يكون أحد أفرادها في عداد المسجونين والمعتقلين. كيف لا والبلاد كلها في حالة اختطاف واعتقال بعد 29 عاما؟ يحتاج الإريتريون للوقوف مع أنفسهم ومراجعة بطولات آبائهم وأمهاتهم ليسألوا أنفسهم جميعا سؤالا واحدا كبيرا، وهو: إلى أين تسير هذه البلاد؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناها لرصد وجرد حصاد الخراب في دولة إريتريا بعد 29 عاما من الاستغلال. بهذا القدر نكون وإياكم أيضا قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وأذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وفي الختام نهنئكم أيضا ومرة أخرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وعيد الاستغلال، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات. هذه إذاعة إرينا.